بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. عايزة ابدأ لكم الفيديو النهاردة والله بنشاط وحيوية وكده. ولكن اول حاجة بسألكم الدعاء لابن صاحبتي وكده، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويرجعه لها بالسلامة. طبعا اغلى حاجة طبعا هي الاولاد، فلما بيحصل لهم حاجة الواحد بيتعكنن فعلا طول النهار. هو ابنها زي ابني بالظبط، فبجد الواحد يعني زعلان عشانه، فيا ربنا بجد يرجعه لها بالسلامة. فنبدأ بقى ان شاء الله يومنا، وان شاء الله يرجع بالسلامة ونبقى فرحانين ان شاء الله النهاردة. فنبدأ كده يومنا كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ بقى بكل نشاط وحيوية ان شاء الله. مهما حصل في الحياة او مهما حصل في اليوم، لازم نكمل حياتنا وما توقفش. فربنا ان شاء الله اي حد يكون مزنوق في حاجة او اي حد يكون مشغول في حاجة او متضايق من حاجة، فربنا يفك كربه يا رب، وييسر للجميع كل حاجة في حياتهم. لان بجد اليومين دول كل واحد متعثر بحاجة، سواء دين او مرض او اي حاجة، فربنا يفك كرب الجميع. انا النهارده جايبه نشاط، يعني روتين كده ان شاء الله على السريع يكون معاكم، خفيف ان شاء الله، بس كله نشاط وحيويه، اللي هو تنظيف الصاله بتاعتي او المكان اللي احنا بنقعد فيه. طبعا اول حاجه طبعا شايفين منظره. بنقوم طبعا مكان بقى الفطار والعشاء، مكان القعده. طبعا الترابيزه عندي بتبقى منظرها فظيع زي ما انتوا شايفين. مكان القعده طبعا. فهنبدأ ان شاء الله بروتيننا كده، ونبدأ كده برضو زي ما انا بقول لكم على طول، ببدأ من اليمين للشمال. وربنا يعيننا ان شاء الله. مفيش اي حاجة صعبة. ما بتشوف المنظر كده تستصعبيه وتشوفي منظر الشقة بتاعتك وتقولي لا ازاي وهتتعمل ازاي، ولكن لما تتوكلي على الله كده ان شاء الله كل حاجة بتتعمل بسهولة. ونبدأ مع بعض كده، ابدأي كده واحدة واحدة واستعيني بالله. انا ببدأ ان شاء الله معاكم في الصلاة بتاعتي او المكان اللي احنا قاعدين فيه. ببدأ من اليمين. ببدأ مثلا امسك مثلا الشاشة، امسك اللي هو الباب بتاعي. بنفضه. باب عندي بعمله يعني بعمله مع الصالة او المكان اللي احنا بنقعد فيه. بعمله معاه على طول، بمسكه امسحه كده بالحتة اللي احنا بنفض بيها، بمسكه امسحه من التراب كله. وهنبدأ معاكم كده واحدة واحدة كده ان شاء الله. هشرح لكم انا عملت ايه كده. انا مسحت خلاص الباب ونفضته، برجع بقى ان انا اقفله وامسك بقى الشاشة. عندنا الشاشة طبعا ممنوع ان انا اعملها باي حتة، المفروض تكون حتة ناعمة كده مخصوص ليها. انا بحاول بجيب منديل ناعم كده وبحاول ان انا امسحها، بس بمسحها كده بالحتة اللي معايا دي من الحواف بتاعتها كده من بعيد. برجع انضف بقى قدام الشاشة، بفضيها خالص وارجع انفضه. وانتوا بتتفرجي معايا كده ان شاء الله. ما تنسيش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحل لنا ان شاء الله كل مشاكلنا تتحل ان شاء الله. ربنا يشفي كل مريض ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين مليانة حاجات، كلها بحط كل حاجة في مكانها وبرجع ان انا امسحها وانفضها. بجد مفيش احسن من الروقان، يعني ما تفضي الحتة كده قدامك. هو ده الترويق. متسيبيش اي حاجة على اي حتة. هي طبعا مع الوقت كل حد بيقوم حاطط حاجة، فالدنيا بتبدأ تتكركب، بس انت ما تنضفي شيلي بقى كل حاجة ورتبي كل حاجة في مكانها. وان شاء الله كل حاجة تبقى تمام. وامسك كمان برضو، دي كانت عندي تسريحة بتاعت اطفال، بس انا كده مش بستعملها، فانا احتجت حاجة ان انا احط حاجة، يعني احط على حاجة الشاشة او الشاشة احطها على حاجة. فجبت التسريحة دي حطيتها عليها، شلت التسريحة نفسها وخدت اللي هو المكان الجزء اللي تحت ده واستعملته كان هو حامل للشاشة يعني. ان شاء الله عقبال ما ربنا يرزقنا ان شاء الله ونجيب حامل ان شاء الله. وطبعا السفرة كنتوا شايفين منظرها، انا مسكتها فضيتها كلها ما خليتش عليها اي حاجة، ومسكتها نفضتها كده، وبعدين هبدأ بقى اجيب اللي هو الديتول ده وامسكها ان انا امسحها.
وكمان السفرة من تحت هنا برضو بمسكها انفضها، الخشب ده كله بيملى تراب، فبمسكه بقى امسحه كويس واقوم رايحة منفضة كويس من التراب. بيبقى واقع مثلا في اكل، واقع اي حاجة بمسكها منفضة تنفيضة حلوة. ببدأ طبعا في الكراسي ببقى حاطة عليها الكفرات بتاعتها، مقولكوش هي حامية الكراسي قد ايه، يعني العيال بقى وقعدتنا كلها هنا في الصالة، فهي حامية الكراسي اوي. بمسك بقى الم كل الكفرات دي، يعني دي اسبوعيا، لان انا قاعدين فيها على طول، فعلى طول بيتوسخوا، فيعني ما اقولكوش انا اصلا كل اسبوع بيبقى منظرهم ايه، فلازم نلمهم كده على طول. وبقى ايه اقوم رايحة مش هستنى بقى اي حاجة، لا بقوم حطاهم في الطبق وحط عليهم حبة اريال، واقوم رايحة نقعهم على طول عقبال لما اعمل الصالة واخلصها خالص، بخش اغسلهم واقوم اللي حلاوتهم بقى ان هما بينشفوا بسرعة قوي، يعني انا بعمل لهم الغسله دي بسيبهم يتنقعوا واقوم رايحه بعد ما بخلص خالص الصاله تنفيض وتمام والروتين بتاعي كله، بقوم داخله ماسكاهم بقى دعكهم، لو في اي بقع انا فاكراها او كده بضغط عليها شويه وادعكها، واقوم رايحه نشرهم عصرهم ونشرهم، بلاقيهم ناشفين بقى على طول بسرعه، باخدهم واقوم فرشهم تاني لان الكراسي مش بتستحمل واحنا قعدتنا كلها فيها. مش تمام؟ وصلنا لغايه هنا. هنا طبعا بوريكم اللي هو اسمه ايه، النيش. ايوه بمسكه برضو انفضه بمسحه كويس، بس ما عرفتش اقرب منه قوي عشان اللي هو البتاع ده الازاز اللي فيه وكده ما اجيبش الصوره. وبعد كده خلاص انا كده نفضت عندي الصاله كده يعتبر كلها. بمسكها بقى ان انا ايه اكنسها، وقدام البيت قدام الشقه، يعني برضو من ضمن الصاله، انا عاملاه من ضمن الصاله كده، فبرضو بمسكه اكنسه. أنا بلم الشوزات كده في جنب، انا اللي عامله اللي هي البتاع اللي في جنب دي، بلم عليها شوزات وبنفضها برضو، وبمسك بقى اكنسها برضو. هنا برضو رشيت دوتير اسمه ايه ده الديتول او المعطر او الحاجه اللي عندك يعني. بمسكها امسح برضو الصالة كده. تمام، انا كده خلصت كده الروتين بتاعي. برجع الكراسي مكانها وبستنى طبعا لما بخش طبعا اكمل اللي هو الكفرات غسلها وانشرها، وبستنى لما تنشف وبرجع احطها على طول عشان يفضل المكان عندي نضيف ومرتب. طبعا ان شاء الله هعمل لكم روتين يومي غير الروتين الاسبوعي، هعملها لكم في الشقة كلها ان شاء الله عن قريب. فما تنسوناش من الدعاء واللايك، وما تنسوناش من الدعاء بالله عليكم وللتعبانين. ومع السلامة.